نهار كل ما يمر اسمك يمر عذابي، يا نهار لا تعتذر ما تستحق عتابي. الله يا نهار كل ما يمر اسمك يمر عذابي، يا نهار لا تعتذر ما تستحق. واحنا طبعا مقبلين على اشهر العطاء. اكو اشهر يكون الانسان قابل بها، يعني في شهر شعبان، في شهر رمضان الانسان يكون اكثر قبول فيها للموعظه وللعمل هذه من اشهر الاقبال. الله سبحانه وتعالى منطي هذه الاشهر خصوصيه. انت يجوز بالشتاء بالبرد ما لك خلق الصوم، يجيك شعبان ورجب يجيك بالحر ودائما تتمنى ان نصوم لك يومين ثلاثه في رجب او يومين ثلاثه من شهر شعبان على الاقل، وهو حر شديد ونهار طويل، اذا اكو اقبال. اما في شهر رمضان فهو بعد قمه الاقبال، ولذلك الرسول صلى الله عليه واله قبل شهر رمضان بجمعه من قال الشقي من فاته او من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. بعد اذا شهر رمضان وما استفاد من عنده هذا الشقي شو يسوي له بعد رب العالمين؟ يقول له هذا شقي انت ضيافتي، انا مكبل لك الشياطين، الاجر لي مضاعف كذا، كل منتهى الاقبال ومنتهى المقبلات. الله سبحانه وتعالى يجعلها في هذا الشهر. واذا بالانسان مثلا يتلف هذا الشهر بالنوم على نوم الصائم عباده، يقعد له من النوم ما يطب الثاني، يريد يشبع عباده بالنوم، وهذا الصائم عباده ما. لو يتلف له مثلا على الافلام والمسلسلات، هذا كل سنه احنا هيك ايام نذكركم نقول لكم شوفوا اعداء الله الشياطين وتدري راح تتكبل، فشلون تحضر اعمالها قبل رمضان قبل ما تتكلبش، تشتغل المسلسلات والما ادري شنو وشي برقص بغناء بما هذه كلها يحضروها وتبدا الدعايات. هسه يجوز بدات الدعايات في شهر رمضان. الشيطان هم ما يطروح بالعاطل. فالنقطة الثالثة هي أهم عن الشيطان. يذكر أنه أحد المؤمنين وإحنا نخوفهم اللي الله سبحانه وتعالى يرزق البصيرة، ما يحتاج أن يتخيل الشيطان يعني بل مخلوق عجيب وغريب وإلى كم قرن وإلى كم إذن وشكله ما أدري شلون وعيونه بالضوء. لابد أن نعلم أنه الشياطين شياطين الجن والإنس. الشيطان يتلبس بالإنسان ويتلبس بالجن، بل أكثر من يتلبس به الشيطان هو الإنسان، لأن إذا تلبس بالجن شنو تأثيره؟ تأثيره قليل، بينما إذا تلبس بإنسان راح يصير تأثيره أكثر. قوم معسكر كامل الإمام الحسين سلام الله عليه، قوم قال استحوذ على الشيطان تلبس بالإنس. فهذا أحد المؤمنين بلغه خبر أنه أكفت شجرة تعبد من دون الله. هذا مؤمن ومخلص وعابد وغيور، فقال هذا الأمر شيء يعبد من دون الله، وأنا قادر على قلعة وإنهاء أو ما نبني على أساس شجرة يضربها ضربتين أشعة. هذا صرت تستبحث. فصمم على أن يقطع هذه الشجرة وبمقدوره، أخذ الفأس وخرج أن يقطع الشجرة. لاقى واحد، هذا الواحد هو طبعا أكيدا جاء بهيئة الصالحين، بس هو شيطان، هو الشيطان. احنا نوات بدنا نسولف للأطفال بدون واحد ولحين ما أدري شلون ولا ما أدري شنو بليز، بس هو الواقع جاء بأدهى صورة وبأجمل صورة، صورة الناسك. وين رايح؟ نقطع شجرة تعبد من دون الله. قال له انت شنو؟ انت جاي تعبد الله وانت جاي تأدي واجبك وانت كذا، انت شنو؟
فيكون صرع أراد أن يقتلك، قال له مهلني دقيقة واحدة عندي رأي قبل ما تقتلني. قال تقتلك، قال له أنت شيطان، أنا رايح أؤدي هذا العمل وأنت تجي تريد تعيق هذا العمل، يعني أنت شيطان. قال أنا ناسك وأنا كذا وأنا عابد وأنا فاهم الدين أكثر من عندك، وأكو مشروع لعله أنت ما مر عليك هذا المشروع. شنو المشروع؟ قال له أكو مشروع أنه أنا أعلمك في الشيء، هذا الشيء تقرأ في كل يوم تلقى تحت رأسك كمية من الذهب تساعد بها الفقراء، تساعد بها المساكين. شايف انه واحد شلون يريد يقشمر روحه ويقول انا عندي فلوس حتى اساعد الفقراء والمساكين، تنقذ بها عباد الله وتنفق بها على نفسك وعلى عيالك وتكون قوي. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وتعبد وتزيد بعبادتك من هسه تجوز لك وقت يشغلك العمل عن العباده، راح تتفرغ فلوس عندك صفنا زين. ارجع على العموم يومين ثلاثه فعلا كان يلقى ابليس يخلي له تحت راسه كميه من الذهب. ابليس ترى مشاركته بس يقول الان فلوس ماكو، ارجع على الشجره اقطعها لو هاي دواء. رجع انطلع له قال له انت تريد تقشمرني مره ثانيه، راح البزمه من جلابي يريد يسرع ذاك شاله بيقعد ورجع على الكلام. عجيبه قبل 3 ايام انا صرعتك هسه تريد وحده شلتها ورجعت وتريد تذبح. ايش سويت انت؟ شربت وتقوي جدا؟ قال هذه ايش ما تصوري، بس شوف روحك انت سويت وضعفت. انا نفس قوتي ما مسوي كل شيء، انا نفس قوتي اللي صرعت، لكنه انت راجع نفسك خاف شو سويت وانت 3 ايام خارج قواك. انت ضعفت وانا قويت. اخواننا الاعزاء، احنا لابد وان نعرف عدونا ابليس. اذا احنا لحد هاي اللحظه وما نعرف عدونا، اذا احنا في خطر، اكبر خطر من ما تعرف عدوك. إذا ما تدري بعدوك يتلبس لك بعمل صالح، يتلبس لك بثوب صالح، يتلبس لك برجل صالح، يتلبس لك بملبس الحريص اللي حنين عليك، اللي حريص عليك، اللي يريد ينفعك، اللي يريد يقويك، يتلبس لك بلباس الإيمان، يريد يقوي إيمانك ويدليك طرق الصلاح. الشيء المهم أنه احنا نتعرف على عدونا. وأيضا هو شيء مؤسف أنه احنا نتحدث بهذا المستوى والحجم الخطر اللي يحيط بنا حقيقة مو بهذا المستوى. الآن أعداء الإسلام، أعداء دولة الحق ودولة العدل الإلهي الآن مستنفرة كل ما عندها من طاقات علمية، ثقافية، فكرية، نووية، أسلحة عسكرية. الآن في حال استنفار، ولذلك نحن الآن هم أيها لابد أن نكون في حال استنفار. الآن نستطيع أن نقول أنه برز الشرك والكفر كله. الآن كل العالم يتكالب علينا، وإحنا لحد هذه اللحظة معظم المؤمنين لحد الآن أصلا ما يعرف العدو من الصليب، أصلا ما يعرف شنو اللي تنفع من اللي يضر.